احنا جينا النهاردة عشان نتكلم عن دردشة بودكاست احنا اخترناه علشان نعمل علاقة الروحانيات بالصحة النفسية والسلام النفسي. عايزين نقول ايه في البرنامج ده؟ دردشة احنا عايزين نتكلم عن معاني الأشياء من حوالينا، عايزين نتكلم عن معنى وجود ربنا من حوالينا. وكمان نفصص كل حاجة بتحصل حوالينا تفصيص بشكل لطيف وبدردشة، ما تبقاش الأمور معقدة. وكمان حابين نفهم أصل وجودنا في الدنيا. الحياة شوية دلوقتي بقت واخدانا جدا، والمجتمع بقى منفتح زيادة عن اللزوم، فحابين نتكلم عن احنا موجودين ليه. لأن كل ده بيفرق معانا لما بنيجي نشتغل مع الناس في الصحة النفسية أو السلام النفسي. بيبقى فيه دايما زي فجوة كبيرة أو في حفرة في النص دايما بنقعها كلنا. أول ما بنعرف إن احنا نطلع من الحفرة دي، من احنا نعرف طب واحنا أصلا هنا بنعمل ايه، وده سؤال محير البني آدمين كلهم، احنا هنا بنعمل ايه. بس احنا لو عرفنا إجابة السؤال ده وعرفنا احنا ازاي حتى لو احنا موجودين هنا بنعمل ايه، طب نعمله ازاي، بيبتدي شوية ان احنا نتعامل بشوية سلام نفسي او سلام حتى مع اللي حوالينا وسلام مع كل حاجة والاقدار والاحداث اللي بتحصل لنا. نبتدي نمشي في الحياة شوية اهدى وعندنا سكون اكبر من ان احنا نبقى مش احنا شايفين احنا بنعمل ايه. ده حقيقي. تفتكري ايه اللي حصل لينا؟ يعني احنا بقينا ننسى ولا الدنيا خدتنا انا شايفه انه احنا يمكن احنا كجيل او اجيال كده جت ورا بعضها سلمت بعض. فكان دلوقتي احنا عندنا مثلا 10 معلومات بتغرس في التربيه، فمع الاجيال المعلومات دي بدات تقل، من 10 بقت 9 بقت 8 بقت 5. فطلع احنا كجيل يعني شويه ممكن يكون في مفاهيم كتير جدا ما تربيناش عليها رغم انها اساسيه جدا عشان نعرف نمشي حياتنا اصلا. يعني فكره احنا اصلا موجودين هنا بنعمل ايه. احنا من ساعه ما بنتولد ونبتدي نعقل كده شويه، دخلونا مدارس كنت تنجح في المدارس، يلا طبعا عشان تطلع الاول، بعد المدارس مش عارفه تنقل على اعدادي ده مش عارفه شهاده، بعد كده ثانويه عامه ده عنق الزجاجه، وبعد كده تروح الجامعه تكتشف ان كل اللي فات ده ولا حاجه، ولا كمان ان انت فيه ده بتعمل بيه حاجه. خلاص تخرج بقى من الجامعه يا عيني بقى ايه، تصطدم بالواقع وتنتظر تشوف انت هتعمل ايه في حياتك. هتشتغل ولا هتعمل شيفت كارير ولا هتبتدي انك تبني نفسك من اول وجديد بقى مهارات وكورسات وحاجات، ولا هتتجوز ولا هتعمل ايه بالظبط. فاحنا السايكل اللي احنا دخلناها دي بعدتنا قوي عن المفاهيم المهمة اللي احنا كنا محتاجينها قوي واحنا اصلا بنمشي في الرحلة دي. ده حقيقي. عشان نبقى ماشيين فيها واحنا عارفين احنا رايحين على فين، بدل ما احنا على طول حاسين ان احنا عارفة اللي بيخش عجلة انتاج اللي هو ايه، يخش مش عارفة المكنة من هنا المفروض هنا يحصل له كذا ثم كذا. احنا بقينا عايشين كده، بس المفاهيم بقى ما وراء ده هو اللي بيخلينا نعيد ترتيب تاني. هو احنا عايزين ده ولا لا؟ هو احنا عايزين نمشي في الطريق ده بالطريقة دي ولا لا؟ هو الحاجة دي فعلا مهمة؟ هو السايكل دي المفروض تمشي. يعني انا فاكره ان كان في كورس من الكورسات اللي بديها نفسيته تعبانه جدا. اتاري المشكله كلها ان مامته يا عيني فاهماه انه لازم يتجوز، هو تقريبا في بدايه العشرينات. فلازم يتجوز دي فكره ضغطه جدا جدا جدا. طب يتجوز ازاي ما هو مش عارف يشتغل يحوش فلوس؟ فقلت له هو الجواز ليه سن معين؟ فقال لي المفروض اللي في سني بيتجوزوا. قلت له المفروض ده مين اللي فرضه بالظبط؟ فلما رجع لنفسه كده ماما مفيش سن معين في المجتمع، مفيش قانون اصلا قال لك لازم تتجوز من بدايه ال20 يعني. وبعدين الجواز لما تكون جاهز عموما. بالظبط، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاللي يستطيع الباءة. طب انت مش مستطيع بتضغط نفسك ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عايزه اقول لك مجرد الفكره دي دخلت دماغه الولد وشه ارتاح، عارفه اللي هو حاسس ان هو ده كان في حد زي ما يكون يعني بيضغط عليا قوي وكاتم نفسي وانا لا باخد نفسي عادي. يعني ما اتجوزت ايه المشكله ان صاحبي اتجوز ولا اللي في سني عادي وفي غيري اكبر مني بكتير ما اتجوزوش، فايه المشكله؟ ففعلا احنا لما بنفهم قوي احنا ماشيين هنا ليه وازاي بنبتدي نرتاح قوي، لان المفاهيم هي اللي بتحركنا. ده حقيقي. مبقاش ماشيين ورا الدنيا زي ما هي واخدانا كده وعماله تحطنا كل واحد يحطنا في زاويه، كل واحد عايز يلبسنا النموذج اللي هو شايفه صح. ده حقيقي. فده بيفرق جدا في الفكر. انا شايفه ان احنا عاملين بودكاست دردشه علشان ربط الدين بالمعنى اللي هو بين قوسين بيخنق، انه الناس حاسه انه هي كل ما تكون متدينه اكتر كل ما تكون مش مستمتعه، وان الانفتاح على الحياه والانبساط بعيد عن الدين. في حين ان احنا لو فهمنا فعلا انه الدين مش كده خالص، وان المتعه المفروض تكون متعه، او السعاده المفروض تكون سعاده روحانيه اكتر، هنفهم انه لا، هي اصلا انت كده كده جاي الدنيا دي علشان انت تعبد ربنا. وسط رحلتك في العباده والمعرفه والاعمار انت بتتبسط. الفكره انت بتتبسط ازاي، هو ده اللي بنحاسب عليه. دايما عندك طريقين، انت هتختار اي طريق فيهم.
فربط الدين بالتأييد او الخنقة هو اللي مخلينا شوية بعاد. بشوف ان المعنى اللي رابط الدين بالتأييد هو اللي مخلي الناس مقيدة ومش عارفة تتحرك او مش عارفة تعبد ربنا صح. انا بشوف كمان انه يعني مش بس فكره انه ربط الدين بالتأييد، ان احنا في اتجاه كان رابط الدين بالتأييد فتره معينه في بدايات هذا الجيل اللي احنا بننتمي له تقريبا، فابتدت الناس ما تحبش الدين، تبعد عن الدين، وبعدين يا عيني تاهت اللي هو طب احنا مش هنمشي ورا الدين، نمشي ورا المجتمع في جواهم حاجه عارفه ان ده مش وفي نفس الوقت لما بيروحوا هناك برضه بيشوفوا الناس تعبانه نفسيا عادي جدا ومش مرتاحين. فبقت الناس هي هربت من حاجه بس مش عارفه تروح على فين. عارفه اللي هو البحر امامكم والعدو خلفكم، هنعمل ايه؟ ففعلا بقيت احس انه دي من الحاجات اللي احنا يمكن جايين نتكلم فيها شويه برضه، فكره هو مفهومنا اصلا عن الدين ايه؟ هو مين قال ان الاستمتاع باي حاجه في الدنيا ده مش عباده؟ يعني بتلعب مع اولادها مثلا، هو مين قال ان ده مش عباده؟ راجل قاعد مع مراته مثلا يتكلموا مع بعض قعده لطيفه ظريفه، مين قال ان ده مش عباده؟ صحاب قاعدين مع بعض يتكلموا ويفضفضوا ويتناقشوا ويضحكوا، مين قال ان ده مش عباده؟ ده الملائكه اصلا، يعني اللي بيحبوا بعض في الله دول الملائكه بتعمل لهم يعني ليهم حديث خاص بيهم، هنبقى نتكلم عليه ان شاء الله. فازاي احنا شويه نرجع بقى، طب احنا تهنا، طب ما تيجوا نرجع بقى للشكل الصحيح. يعني ليه لما بنلاقي ناس متجهه اتجاه غلط احنا سايبين الاتجاه كله على بعض، مش بنفصل ما بين انه ده الناس اتجهوا اتجاه غلط، لكن الحقيقه مش كده. يعني حتى الغرب نفسه بدا يدرك الموضوع ده. في كتاب اشباح المخ دكتور رما كان بيتكلم على انه عملوا علم جديد اسمه نيوروسيولوجي، الاسس البيولوجيه العصبيه للروحانيات. طب ده ليه؟ لان ابتدوا يلاقوا من كتر الابحاث والدراسات ان في مراكز معينه في المخ بتستجيب للروحانيات، للصلوات، للخشوع. فقال لك لا، يبقى طالما في مراكز تستجيب يبقى انت جوه في دماغك في حتت معموله ليها استقبال للمشاعر دي. دكتور اندرو مثلا بيقول في كتاب كيف يغير الله دماغك، دكتور اندرو يعني هو مش مسلم لا، ناس بس بتؤمن بفكره هو الروحانيات بتعمل فينا ايه يا جماعه، وبداوا يدرسوا ده. فبيقول لك ازاي انه تجربه الخشوع او الروحانيات والتامل، طبعا ده يعني عندهم هم اسمه تامل مديتيشن وتامل، مش عارفه ايه، عندنا احنا الخشوع يعني. يقول لك ازاي بتاثر على الفص الجبهي. طب الفص الجبهي ده اللي هو بيعمل ايه؟ يعني قال لك الانتباه والتنظيم العاطفي. شوفي احنا مره قابلت بنوته كانت وشها مليان غضب رهيب جدا، يعني سبحان الله، وبعدين حسيت ان هي من جواها كده يعني كأن في عارفه زمان كان في البراد اللي بيجري ده، عارفه. فانا مش عارفه سبحان الله كده رحت بصيت لها قلت لها هو ممكن اقول لك على حاجه؟ فقالت لي قولي. قلت لها هو حضرتك بتصلي؟ فقالت لي بصراحه لا. فقلت لها طب انا عندي اقتراح ليك، ايه رايك؟ طبعا كانت عماله تحكي بقى عن ايه كم زراعات هي داخلاها، هي مدخله نفسها ليها مع اللي حواليها. قلت طب ايه رايك تيجي تصلي؟ انا عارفه ان في ناس ممكن تكون بتصلي واخلاقها وحشه، وفي ناس، بس مما لا شك فيه ومما اثبتته حتى الاحصائيات والدراسات، لو احنا بنصدق احصائيات ودراسات اكتر من القران، انه لا، انه ده بيعمل تاثير كبير جدا على حالتنا النفسيه والروحانيه. الهدوء الداخلي بالظبط. في مؤتمر اتعمل في جامعه بيلز في انجلترا، فكان المؤتمر ده بيدرس تاثير الاصوات المختلفه على الحاله النفسيه. بيقيس الموضوع ده ازاي؟ برنامج على الكمبيوتر بيقيس كل نغمه، كل دقه في الموسيقى، كل مش عارفه ايه، ويشوف تاثيره على الحاله النفسيه. دراسه كامله يعني. ففي المؤتمر ده كان في كل الديانات، كان في ملحدين، كان في كل حاجه، فكل واحد من طائفته جاب حاجه، اللي جاب ميوزك معينه، واللي جاب ترتيله معينه، واللي جاب وهكذا. جم عند الدكتور دكتور محمد داوود، دكتور محمد امام داوود. دكتور محمد امام داوود مسلم، فطلبوا منه هو كمان يجيب ترتيله او حاجه يقيسوا تاثيرها على الصحه النفسيه. استشار اساتذته فقالوا له اديهم مقطع صوتي للقران الكريم بصوت الشيخ الحسني. طبعا الشيخ الحسني معروف جدا في القراءات قد ايه انضباطه في الترتيل والتجويد والوقفه والوصل والكلام ده حقيقي. فاداهم ده، وانا بقول لك مؤتمر في كل الديانات وملحدين، فما فيش ابدا مساحه للمجاملات، الكمبيوتر اللي بيقيس. فلو ان اعلى نسبه تاثير لكل الميوزك والحاجات اللي اتقدمت كانت 80% على تاثير على الحاله النفسيه. ما شاء الله صوت الشيخ الحصري وقراءته للقرآن الكريم بوقفاته ووصلاته والكلام ده كله وصل ل 100%.
ان شاء الله تاثير ايجابي وسكينه على الحاله النفسيه. ده بقياس الكمبيوتر. وده طبيعي. ليه؟ ما ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال: الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى اكد المعنى الا بذكر الله، ما ده طبيعي. فسبحان الله احنا بقى شويه مش عارفين نوصل للنقطه دي. ليه؟ لان حتى تصورنا عن مشينا في الحياه واحنا مع ربنا سبحانه وتعالى في شويه مفاهيم مغلوطه. يعني وده هنتعرض له ان شاء الله في البرنامج. انت قريب من ربنا، متوقع يحصل لك ايه؟ يعني الدنيا انت شايف لما تقرب من ربنا تبقى عامله ازاي؟ فلما بيبقى عندنا تصور خاطئ وتيجي تقربي، لا مش هو ده اللي اتفقنا عليه. انا ما قربتش عشان كده. مشكله في التوقعات العاليه، ان انا كل ما هقرب من ربنا كل ما هلاقي حياتي ما فيهاش ابتلاءات، ما فيش خلافات، انا مع الناس بقى ملاك ماشي. ولكن القرب من ربنا مش بس بيكون واضح على سلوكي، هو اصلا الموضوع قلبي جدا. كل ما انا هبقى اهدى، كل ما نظرتي الاشياء هتبقى قليله، نظرتي الدنيا نفسها اصلا هتبقى ضئيله جدا، وهبقى مركز على هدف اكبر واعمق وهو الاخره، حب الله ومعرفه الله. الحاجات دي كلها مهمه جدا. الفكره في ماديه الدنيا بقت مسيطره على عقولنا بشكل غريب. حتى الحاجات اللي بتطلع دلوقتي انه انا ممكن ما البسش الحجاب، ما اصليش، ما اعملش اي حاجه من الحاجات دي، بس انا كده كده هخش برحمه ربنا. ماشي، بس انت مسؤوله، انت موجوده في الدنيا هنا عشان مسؤوله، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. انا هاجي الدنيا العب شويه واعمل شويه حاجات تبسطني، واروح الاخره مره واحده برحمه ربنا. طبعا ربنا رحيم. دي من المفاهيم اصلا اللي احنا كنا محتاجين تدرس جوانا واحنا صغيرين. ده حقيقي. احنا جينا الدنيا عشان الاخره. يعني احنا بنتوه فعلا والله لما بننسى ده. عشان كده الغرب نفسه، اسمعي يعني سيبك بقى من الافلام بتاعتهم، حلو قوي الكلام. كلنا كل بلد بتظهر في الاعلام الصوره اللي هي بتتمناها، الصوره اللي هي شايفاها صح، الصوره اللي هي عايزاها. ده طبيعي يعني مش عادي، انا ولا بعتبرها اجنده. ده حياتهم، هم عايزينه يبقى كده، هو عايزين يظهروا للناس كده. لكن الحقيقه ايه؟ دوري على الدراسات والاحصائيات تكتشفي كم التعب اللي هم فيه، كم التعب النفسي، وكم العنف والجرائم والقتل والاغتصابات والانتحارات. دي حاجات ان شاء الله هنتكلم عليها. ففي صوره كده اتصدرت مش حقيقيه. فاحنا موجودين في الدنيا عشان الاخره. اللي بينسى الاخره بيتعب جدا. ليه؟ لان انت اصلا يعني انت متكون، احنا بنقول دلوقتي في اماكن في المخ تستجيب للروحانيات. انت تكوينك كانسان انه في نهايه، وكلنا بنتولد احنا عارفين ان احنا هنموت، ده الطبيعي. بس ما بعد الموت، لو اللقطه دي مش في دماغنا، عارفه ابدا وعينك على النهايات، لو اللقطه دي اصلا مش في دماغنا مش هنبقى عارفين نمشي طريقنا فين ولا ازاي. فدي من المفاهيم اصلا عايز تدرس جوانا، ازاي ان احنا كشباب يعني عادي يعني ان افكر في الاخره والموت عادي جدا. واصلا يعني سبحان الله دلوقتي موت الشباب انتشر جدا وبقت حاجه يعني سبحان الله يمكن بنسمعه ساعات اكتر من الكبار. ده حقيقي. فدي من المفاهيم مهمه جدا ان احنا ان شاء الله هنتناولها ان شاء الله، علشان يعني عايزين كلنا باذن الله ربنا سبحانه وتعالى كده ايه يربينا ويعلمنا ونرتقي كده مع بعض في المفاهيم عشان نعرف نعيش اكتر سكينه ان شاء الله.